يا صباح الخيرات او يا مساء الخيرات على حسب الوقت اللي هتشوفي الفيديو بتاعي فيه. بصوا كده، اول حاجة بعملها في يومي سواء انا في الشغل او في البيت لازم اخد فنجان القهوة بتاعي عشان اعرف اصحصح كده واعرف انا همشي اليوم ازاي. وطبعا مع القهوة لازم يكون معايا اي حاجة بقى، بسكوت، ثمرة فاكهة، اي حاجة. ندخل على الفيديو على طول. بصي بقى، انا عايزه اقولك ان باقل من 100 جنيه، حرفيا باقل من 100 جنيه هتعملي وجبه حلوه قوي تكفي 4 افراد. كملي معايا الفيديو. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا انا هدخل في الفيديو على طول. اللي شاف معايا يا بنات الفيديو اللي فات، فيديو الجرد الديب، هيعرف ان انا عندي البيت فاضي، ما عنديش بقوليات وفي حاجات كتير قوي ناقصه. تمام. ونظرا لان انا بنتي كانت تعبانه، انا اصلا بعتذر ان انا ما نزلتلكوش فيديو يوم الخميس، نظرا لان بنتي كانت تعبانه، فانا خميس وجمعه ما عرفتش اعمل اي حاجه خالص يا بنات. فالنهارده كده وانا جايه من الشغل حبيت اشتري شويه حاجات، قلت كل يوم كده اجيب حاجه عشان صراحه مش هقدر اشيل حاجتي كلها مره واحده. المهم، جبت ذره الفشار ده ب15 جنيه، ده اكتر من الربع. ماشي. وبعد ما جبته افتكرت ان المره اللي فاتت لما جبته ما كانش حلو، ما كانش بيفرقع كده حلو، فكنت عايزه اجيب اصلا الفشار اللي هو المغلف، بس يلا نسيت. اهو ده كده الكميه دي ب15 جنيه. ماشي. بالنسبه لدقيق البسبوسه ده كيلو، بس بصراحه انا مش فاكره. طبعا ده اوفر لك من ان انت تفضلي كل شويه يقولوا لك ماما عايزين حاجه حلوه، ماما عايزين حاجه حلوه. لا، الحاجات دي السناكس والحلويات دي هتخليكي تبطليهم يقولوا لك ماما كل شويه عايزين حاجه حلوه. كمان العصير في البيت. ماشي. فانا جبت لهم كده الذره الفشار، وقايله لها على ترمس بس مش عندها دلوقتي. تمام. جبت كمان مقرمشات، علشان زي ما بقول لكم كده الحاجه دي تبقى عندنا في البيت للولاد. جبت لهم المقرمشات دي برضو شويه، دول اكتر من ربع كيلو ب15 جنيه. ماشي. جبت بقى ليا انا لفطاري كده بفطر بيه في الشغل، جبت شوفان. الشوفان عندها صراحه حلو ونظيف، انا جبت نص ب30 جنيه. ماشي. جبت كمان توابل، جبت ب10 كمون صحيح، وجبت فين اهو ب10 كزبره صحيحه برضو، وجبت فلفل اسمر اهو، وجبت ب10 فلفل اسمر. تمام. جبت توابل الكبده دي عشان هشتغل بيها دلوقتي. ده الكيس تقريبا ب14 جنيه. جبت صلصه قها بستخدمها كده مع الطماطم نظرا لانها لسه غاليه. قها دي كانت ب17 جنيه، حلوه قوي على فكره. جبت كمان نص رز عقبال ما اجيب الشكاره، النص ده كان ب15 جنيه، كيلو ب30. جبت كمان التوابل دي اعتقد كيس ب5. جبت توابل بطاطس وجبت ال11 بهار ده. ماشي. كده انا وريتكم كل المشتريات اللي انا جبتها النهارده. زي ما بقول لكم كده هبقى اجيب للولاد كمان ترمس، وعندي دقيق الكيكه. ماشي. فاهو جبت كده الحاجات دي النهارده. بصوا بقى هنا يا بنات، انا طحنت الكمون وطحنت الكزبره كده، وبعمل تتبيله للكبده. انا بحب اعملها بالطريقه دي جدا، جربيها وعلى ضمانتي. حطيت توم مفروم، وحطيت كمان الكمون، وحطيت كزبره، وهحط توابل من توابل الكبده دي شايفين. وطبعا الكبده انا جايباها وغسلتها كويس جدا 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 بالملح، وسبتها كمان تتصفى. انا بصراحة في الاول ما كنتش بغسلها، بس لا، انا مش هينفع ان انا مغسلهاش. انا فعلا يعني ما كنتش بحبها بصراحة كده، كنت بحس برضو فيها مهما اعمل فيها بسن الزفارة. فلا، انا يعني رجعت تاني زي زمان انا بغسلها. تمام. بصوا كده شكلها عامل ازاي، غسلاها ومصفياها. ماشي. ده النص كيلو يا بنات، دي كبدة امريكي. النص كيلو انا جايباه ب83 جنيه. عايزه اقول لكم انا اول مره اجيب من المكان ده، واول مره بصراحه اجيب الكبده الامريكي دي. انا اللي بجيبها ما اعرفش نوعها ايه، مش هكدب عليكم. وكانت النص كيلو ب150 جنيه، بس هي مجمده برضو.
المهم هنا بقى جبت الثوم كده، انا مش بخليه يصفر، انا يا دوبك يبيض كده. حطيت عليه فلفل رومي من اللي انا مفرزاه في الديب اللي لقيته معاكوا ده وانا بعمل الجرد بتاع الديب. تمام. بصوا والله يا بنات الحاجة في البيت رزق وبتنفع، حاجة كده فظيعة يعني ما شاء الله، ربنا يديمها علينا نعمة. بصوا بقى انا كمان مش هعمل النص كيلو كله، رغم ان احنا 4 افراد، بس احنا طفلين صغيرين وانا وزوجي فاهميني، وهي طاقة، فانا مش هعمل الكمية كلها عشان لما بعملها بصراحة كلها بتفيد، فانا مش حابة كده. انا هعمل نص الكمية، يعني هعمل ربع كيلو كبدة. والله يا بنات كفانا ما شاء الله وزي الفل، يعني لان انا مش بناكل الكبدة لوحدها، لا انا بعمل معاها اضافات تانية. هتشوفوا كده، كملوا معايا الفيديو وهتشوفوا انا بعمل ايه. بصوا يا بنات يا دوبك الفلفل كده فك شويه سيكه كده، ورحت حطيت بقى شوحت فيه الكبده، حطيت عليه الكبده، حطيت عليها تاني كمون، وحطيت عليها من التوابل دي، وما حطيتش ملح يا بنات لان التوابل دي مملحه، ما حطيتش ملح. خدي بالك لو بتستخدمي التوابل دي فيها نسبه ملح، ما تحطيش ملح. بصوا بقى يا بنات انا دلوقتي بعمل الطحينه دي، الطحينه اللي انا عاملاها في البيت. تمام. شايفين عامله ازاي؟ انا عاملاها بسمسم صافي وحبه زيت صغيرين، مفيش عليها اي اضافات تانية، والسمسم كان سمسم ني يا بنات. بصوا كده حطيت معلقه ثوم مفروم كده صغننه، ربع معلقه، علشان احنا بصراحه مش بنحب الثوم فيها كتير، وحطيت عليها كمون، وحطيت عليها عصره ليمون صغيره وخل، وطبعا الملح والميه يا بنات اللي انا بحطها مش ميه دافيه ولا الكلام ده، ميه ساقعه عاديه خالص. ماشي. بعمل تركايه في الطحينه بقى، لان ولادي مش بيحبوا طعم السمسم قوي لما بتكون الطحينه خام كده. ابني بيحس بطعم السمسم قوي فمش بيحبها، فبعمل تركايه فيها بتقلها لي حلو، وفي نفس الوقت بتضيع طعم، يعني هي مش بتضيعه للاخر بس برضو بتضيع طعم السمسم منه شويه، فاهميني؟ فعملتها كده لقيتها خفت خالص، رحت زودت عليها شوية طحينة خام تاني. والتركية يا بنات هي ايه بقى هتشوفوها دلوقتي. يا سلام بقى لما تيجي تعمليها كده، تروحي تحطي عليها سنة شطة، يا خراشي رهيبة رهيبة. بس انا ما بعملهاش غير لما اجي اغرف ليا او لزوجي. حطيت بقى دي التركية. شايفين حاجة بسيطة جدا جدا من العيش، قطعته صغير كده وهسيب الطحينة كده تشربه. بصوا هنا بقى كان الطحينة شربته خلاص، وعملت كمان سلطة وحاطة بطاطس في الاير فراير يا بنات. تمام. احنا بنحب الكبدة كده، عشان كده يا بنات بتكفينا، يعني الاطباق الجانبية دي او الاضافات دي بتباركلك جدا في الاكل، وبتخلي الاكل اصلا تفتح نفسك عليه. يعني تخيلي كده لما تعملي طبق الكبدة مع الرز وبس، ولا تعملي بقى جنبه سلطة طحينة، شوية بطاطس، شوية سلطة، لا هتلاقي الاكل بيفتح النفس، وهتلاقي ان انت بتعرفي توفري معايا. هتجيبي دهب والله، او على الاقل يعني هتجيبي اللي نفسك فيه، مش لازم دهب يعني. وابسطها خالص هتستوري بيتك بكل حاجة، يعني كل خيرات ربنا هتلاقيها في بيتك. شايفين بقى كده انا ضربتها في الكبة، شايفين عاملة ازاي؟ ما شاء الله تحفة والله يا بنات، طعمها تحفة 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 تحفة، خطيرة على رأي ديدا. بص بقى كده هبتدي اغرف للولاد، علشان انا كنت مستنية زوجي بقى، فحطيت لهم كده الطحينة دي. وعايزة اقول لكم يعني انا حطيت لهم يا دوبك شايفين الطحينة ومعلقتين سلطة، والسلطة اتبقت منها والطحينة اتبقت منها، ورز كمان. يعني انا مش عارفة ولادي دول اعمل فيهم ايه والله عشان يعرفوا ياكلوا. عاملة اكل كمان. شايفين بقى طبق سلطة كده فيه ما شاء الله، يعني فيه خضرة، فيه كابوتشا الموف دي ولا الكرومبا الموف، فيه خيار، فيه طماطم. لحظة بس مرضتش بصراحة احط بصل، يعني مش هيبقى بصل وتوم يعني بالليل، احنا هنا يعني احنا بنتغدى بالليل يا بنات، عقبال بقى ما برجع من الشغل وكده فبنتغدى بالليل.
يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك. ماشي. بصوا بقى، يعني انا ظبطت العيال، خليت عينيهم تاكل قبل معدتهم. شايفين بقى، حطيت لهم كده في القالب شويه رز كده، وحطيت لهم بطاطس، وحطيت لهم كبده، وعملت لهم كده ايه، هما بيحبوا التوابل بتاعت ماجي قوي اكتر من كنور على البطاطس اهو. والله يا بنات قولولي، يعني مش الولاد كده مسمومه؟ يعني الرز ده بقى نصه، والطحينه والسلطه سابوا منها برضه. طب اقلل لهم اكتر من كده في الاكل ايه يا بنات؟ ويقولوا لي والله يا ماما طعم الاكل جميل. طب مش بتاكلوا ليه؟ خلاص شبعنا. بس هم عشان مقضيينها برضو قبل ما اجي من الشغل، مقضيينها سناكس، ف كان مش جعانين قوي يعني، فاهميني؟ انا ولادي دول عشان ياكلوا كويس لازم انا اجوعهم، يعني ما اقولكوش بيبقوا يعني عاملين ازاي بقى لما بجوعهم. وانا بعتذر جدا جدا لحبيبه قلبي اللي طلبت مني ان انا اعمل فيديو روتين عن التفريزات. صدقيني والله، يعني بنتي كانت تعبانه، انا كنت عايزه اعمله لكم الخميس، بس بنتي كانت تعبانه، اليومين الاجازه راحوا مني الحمد لله، يعني اللي جت على قد كده. معرفتش اعمل اي حاجه خالص في البيت، ولا اشتري خزين للبيت ولا اي حاجه، بس ان شاء الله الفتره اللي جايه هعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. بصوا هنا بقى، انا كنت خلصت اكلت الولاد، ورحت عملت لهم كده عصير مانجا، وحطيت لهم تلج كده. والمقطع اللي جاي ده بقى، عارفين بجد يعني تفهمني الست اللي بتشتغل احساس رائع قوي، وانتي واقفه في البلكونه كده في شمس ربنا، وهي لسه طالعه، انتي واقفه بتنشري، ولا انتي واقفه كده بتلقي نظره على الشارع، وانتي مش يعني. بصوا انا خلصت غسيل، خلصت نشير اهو، وانتي مش مضطره تنشري بسرعه عشان تطلعي تجري على شغلك عشان انتي متاخره. لا، انتي احساس برضو اللي انتي عارفه، الاحساس ده هيوصل بس بجد للستات اللي بتشتغل، هيلمس قلوبهم. انتي زيك زي اي حد، انتي مش مضطره تنشري بسرعه 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 وتطلعي تجري على شغلك. عارفين الاحساس اللي هو تنشري كده في الحر وفي نور ربنا كده وهو لسه طالع؟ الاحساس ده مش بنعيشه كتير، فاهميني؟ خصوصا يعني ان برضو مختلف ان يكون عندك يومين بجد اجازة ورا بعض. يعني انا نفسي الدولة تعمل لكل الستات اللي بتشتغل يومين اجازة ورا بعض، الواحد ما يبقاش يوم عمال بيجري ورا نفسه ورا ولاده عشان يلحق يخلص. لا، يعني على الاقل يوم تشتغلي فيه قوي، ويوم تشتغلي فيه نص نص، او يوم ترتاحي فيه. نفسي والله بجد ان الدولة تعمل لنا يومين اجازة، مش يوم واحد اجازة كده، بدل ما احنا فعلا يعني نقول الحمد لله. يلا الحمد لله. كلامي هيوصل لكل ست بتشتغل، هيوصل لقلبها قوي، انا فاهمة، بس احنا اقوياء وهنفضل نحفز بعض.